انا متفل وقالسطة ومن الحبايب عندي لستة، ينقص من اللستة واحد يجي فورا غيره دستة. انا متفل وكمان شبعان هنا وحب وحنان، ويجوز في ناس علشان تقابلني تحتاج ألف واسطة. كاس العالم للانديه اللي هي 2025 بيقول لك الزمالك هيشارك فيها. مين اللي قال كده؟ انا بقول ان شاء الله بقول ان شاء الله الزمالك يشارك فيها. ايه المشكله؟ وان شاء الله هتشوفوا بقى مدرسه الفن والهندسه. لاش انا مظبطه، انا بطمن بس. طب خلصنا ده ان انتوا واثقين. يلا بقى عشان تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري. الأهلي المصري. ايه ده؟ ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله؟ الأهلي المصري. الاهلي. طب ايه هتودوه فين؟ هتودوه فين؟ ها؟ مع البايرن ولا مع السيتي ولا قال لك لا ده في المجموعة الأولى؟ مساء الخير. مساء النور. من فضلك ممكن نكلم حد كبير؟ ايوه انا موجود. في حاجة؟ بابا موجود طيب او ماما موجودة؟ هو في حاجة حضرتك؟ حد مسؤول، عايز اكلم حد مسؤول بس. قول لي حضرتك في حاجة؟ رؤوف خش جوه انت دلوقتي. انت محدش بيعمل لك حساب. ولا لا يلعب الافتتاح مع انتر ميامي يوم 15/6 المقبل باذن الله تعالى في امريكا. افتتاح كاس العالم للانديه ده حاجه بقى لن تنسى في التاريخ. الحاجة يا دكتور بتقطع. الله الله الله. Well, it's definitely a great honor, I believe, for a team like Al Ahly playing the opening match of the very first FIFA Club World Cup. We all know Al Ahly, a historic club, a club that won most trophies in African. حد يقول لي انت مالك؟ وانت في ايه؟ وانت مش بتلعب في الكونفدراليه؟ ايه اللي مضايقك؟ اقول لك طب بس بالله عليك عشان والله البيروسول اهو. فهتخليني اشرب بيروسول ليه؟ زو رشه تحت الباط هنا، رشه تحت الباط هنا وبتاع وخلاص وخلصنا. اقول لك ايه؟ مش عايز قلق عشان داخلين على شغل جامد. ها؟ ادي معاك بس اوعى. لا والله ادي معاك. ادي معاك يا سيدي. مجنون ده ولا ايه؟ سيدوني ادي معاك يا سيدوني. ادي معاك سيدوني. لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم مشاهدي قناه المايسترو. في حلقتنا النهارده هنوثق احداث موسم استثنائي، موسم 2024 2025. اتفضل سمعني. انا هسمع حضرتك كوكتيل من الاستاذ اللي هو بيجي مع الاستاذه في الفيلم اللي هو ممثل. اولا احب اشكر كل واحد سال عليا او بعت لي كومنت على الرغم من غياب الطويل. المايسترو. قلنا خلاص مرتضى راح معاه الضحك، ولكن راح مرتضى واستمر الضحك. لا إن شاء الله فتوح هيبقى في الزمالك ويمكن ناخد واحد من الأهلي. وانا زي بابا بالظبط في كل حاجه، وفي الشده شديد وفي القوه قوي. كمان تاخد واحد من الاهلي كمان برضه. يا مدام ميس ما تخلينيش احطها في دماغي. الله يرحمك يا زلطه. اخر رصاصه ضربها ما طلعتش من الماسوره، ردت فيه وجت في صدره قتلته. وعلشان نبدا الاحداث خلينا نبدا من الاخر ونرجع واحده واحده لاول الموسم. جول عاد ما تشوجناش. جول. النادي الاهلي مع نهايه الموسم عمل اقوى سوق انتقالات في تاريخه. النادي الاهلي اللي كان بادئ الموسم بقيمه تسويقيه 30 مليون يورو اصبح الان على مقربه من 50 مليون يورو. يا نهار اسود. صفقات الاهلي السنه دي كانت كبيره ومدمره، ولكن كانت الاكثر وجع هي صفقه بن شرقي، والاكثر حرقانا هي صفقه زيزو. بين قلبي انت يا ابني بتعمل فينا كده ليه؟ يا ابني راجع نفسك يا ابني. يا ابني راجع نفسك تاني. يا ابني راجع نفسك. طب يا بن قلبي ايه؟ السلام هو ده. كمل بقى يا عم. يا عم كمل معانا يا عم. ثقة في حاجة كمان بقى. ان فرجاني وبن شرقي مش هيمشوا من الزمالك. لاعب محترف، بس في حاجة اسمها قلب. في حاجة اسمها روح. احنا مش روبوت. احنا مش بني ادمين بس بناخد فلوس ونشتغل. في حاجة اسمها انتماء. للقاهرة لون واحد، لإفريقيا بطل واحد. أشرف بن شرقي في نادي القرن. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعوض عليك. الله يعوض عليه. ما الله يعوض على هو بلبل ده. بلبل مش نصاب،
بلبل ده صاحبي. انا بسالك سؤال، احنا بناخد ايه من نادي الزمالك؟ خوازيق كتير، خوازيق كتير، خوازيق كتير، خوازيق كتير، خوازيق يلا 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 يلا، خوازيق يا بهدلة. من قلبي يا ناس. انا عايز اشوف بس يا شيماء، بس يا اختي، بس يا شيماء. كل الطرق تودي للجزيرة. زيزو في أرض التاريخ، زيزو أهلاوي. يا مصيبتي كده كتير والله، كتير. شيماء. سؤال وإجابته إيه يا دنيا؟ مين حط على جرحك لونيا؟ وليه لما بقبت كمين أنا بس اللي بتفتش؟ لو سمحتوا يا جماعه ما تنسونيش باللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصل الفيديو بتاعنا لاكبر عدد من الاهلاويه. اقول لكم قولا واحدا، زيزو لن يلعب في الاهلي الى ان يعتزل كره القدم. انا طبعا لازلت على رايي، زيزو مش هيلعب للاهلي حتى وان الزمالك ما جددش معاه لاخر يوم. انا هقول لك زيزو صعب يلعب في النادي الاهلي. زيزو ان شاء الله هيوقع على نادي الزمالك لمده 2 سنين. ولا بكنوز الدنيا ضحي بابويا، ده انا معاشره فوق 12 سنه دلوقتي. 100 جنيه وده اخر كلام عندنا. طالما اخر كلام يبقى الصح يتقال بقى 150 وابلغ عليه هو وامي بيبيعوا بانجو وانا عارف مكانه فين. السجن للرجاله يا بطاقه. مش اصول تعمل كده في البيت والبيت فيه حريم يا كبير. البيت بيتك والحريم حريمك يا كبير. كمان واحدة والنبي يا ري. كفاية بقى ده كمان واحد. وعمره ما هيروح النادي الاهلي. انا بقول لكم، مش عايز اقول لكم من على لسان زيزو نفسه. عينة زيزو غير عينة امام وكهربا. مش زيزو. العيال دي بتشجع نادي ايه يا وديع؟ يا رجاله احنا ممكن نفرط في اي حاجه، لكن مش ممكن نفرط في زيزو مش هيلعب في مصر غير لنادي الزمالك. ايه يا رجاله هتفرطوا فيها بالظبط؟ وديع الرجاله دي مش لابسه بنطلوناتها ليه يا وديع؟ احنا بنحترم الجميع بنحترم مجلس اداره الاهلي. كلام محترم جدا. وبنحترم النادي الاهلي طبعا. وبنقول لهم ان لو دي سياستكم في ان انتوا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. ده عايز يتعالج ويجي لنا. الهدف الاول والرئيسي ليكوا ان انتوا تمضوا لعيبه الزمالك. احنا عندنا شيكات مفتوحه نقدر ان احنا نتفاوض مع اي لعيب عندكم. يمي خاف يعيد. يمي انت كده عايز تدي رساله ان النادي الاهلي. اقسم بالله العظيم. طب خليني بس. اقسم بالله العظيم عندنا شيكات مفتوحه نقدر ان احنا نتفاوض مع اي لعيب في النادي الاهلي. انت بتضحك ليه يا عم انت؟ بيكذب. يا حسرة قلبي عليك، كنت فاكرك سبع طلعت قطة، لوك وفعل مفيش. ما طلعش الشيكات هي المفتوحة. في موسم 2024 2025 انتقل نادي الزمالك من مرحلة الكومبارس إلى مرحلة اللبيس. انا مدير اعمال المدام. واسم الكريم ايه؟ شفيق ترتر. الكومبارس ممكن يطلع في مشهد أو مشهدين، إنما اللبيس بيبقى ورا الكاميرا بيساعد الممثل حتى لو كان اسمه بيراميدز. اخطر حاجه على الزمالك بيراميدز. الزمالك دلوقتي بيشجع بيراميدز في الماتشات. اخطر حاجه، انا هقول لك على رقم هتتصدم. انت عارف ان الزمالك عمره ما فقد المركز الثاني 3 سنين، يعني صاحب المركز الثاني على طول. ايه يا جدع انت الكلام الباسخ اللي بتقوله ده؟ انا بس في الاول مش عارف ابارك لك ولا اقول لك هارد لك، ما انت بتشجع بيراميدز فانا اعمل ايه بقى؟ الاثنين كويسين، الاثنين حبايبي يعني. يا نهار اسود. فانت في بيتها بالنسبه لك؟ في بيتها مفيش مشاكل. طب كنت تقول لي، كنت هستنضف لك. خسران من بيراميدز تبقى في بيتها؟
لا بلاش كده عشان خاطري يا نور عيني. ما تبعتنيش يا حنينه، ما تودينيش يا ام بق كبير. طب مين بطل الكاس اللي جاي؟ برضه ان شاء الله بيراميدز عشان نخسر الاهلاويه. هيقابل الزمالك، ياخدها من الزمالك. انت عايز بيراميدز يكسب الزمالك؟ عايز ياخد الثلاثيه. يا نهار ابيض. القط دي يا دكري. في موسم 2024 2025 بيراميدز خد من الزمالك مكانه، وخد من الزمالك جماهيره، والنادي الاهلي خد من الزمالك لاعيبته، واتبقى للزمالك حاجه واحده وهي حكام. هو بيلف وايده بتتحرك بشكل مبرر جدا، تمام، وهو مش شايف الكوره، فبالتالي دي اللي هنقول عليها وضع الايد مبرر وكوره غير متوقعه، لان هي مرتده من الارض في الاتجاه ده. الحقيقه ما فيش وجود لركله الجزاء. لا البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. يمه المطهر بس الملح 7 مرات. وكالعاده زي ما احنا كنا متوقعين ان التحكيم هيكون في ظهر الزمالك وفي ظهر بيراميدز، وكانت اكبر فضيحه تحكيميه من حكم الاحتواء محمد عادل والتسريب الشهير اللي اثبت واكد ان الزمالك تحت الاحتواء. شكلك عفش موت. ولان الزمالك انكشف بدري فكان الدعم كله لبيراميدز لحد ما جت اللحظه الفارقه في الدوري، والنادي الاهلي بيعلن عدم لعب مباراه نادي الزمالك الا بحكم اجنبي. لكن النيه مبيته ان الدوري يروح بيراميدز. ايوه النيه مبيته، وانا بقولها لك بفم مليان بالادله. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه. وعندي اكتر من كده بس بلاش اطلعه. عندي اكتر من كده بلاش اقول ايه اللي كان بينطلب او كان مطلوب عشان بيراميدز ياخد بطوله الدوري. الله وكيل احنا عايشين مع بهايم. ومن هنا كانت الفضيحه، ومن هنا اتغير كل شيء، ومن هنا عرفنا كلنا ان هيبقى في محكمه دوليه وان هيبقى في شكاوي، ومن هنا التحكيم رفع ايده عن نادي بيراميدز لان عارف ان الكل هيتفرج عليه، وفاز النادي الاهلي باجمل واحلى دوري. انتهى موسم الذكاء الكروي الاصطناعي على عكس المتوقع ممن وضع ترتيب الجدول بليل بذكاء صناعي مصطنع. يفوز النادي الأهلي على عكس ما كان مخططا له بالدوري العام. التربندوخ كنا شباب وبقينا شيوخ. التربندوخ كنا شباب وبقينا شيوخ. روح يا شكشوخ وتعال شمروخ. انسان طموح حلو كده، طموح وترجع بالسلام. الزمالك السنه دي كان ضيف شرف، كل شغلته كانت الاعتراض. انا معترض على ايه؟ معرفش، انما ادام في مجلس بعترض. لازم احسن يقولوا عليا حمار. قلنا من 6 سنين ان بيراميدز جاي ياخد مكان الزمالك وتحقق كلامنا، ومن ساعتها لا الزمالك بيطول اول ولا تاني. متعود ان استنى جعفر لما يرجع عشان ياخد لي حقي من الناس اللي علموا عليا. استنى ياما مش عشان حابب، لا، علشان مفيش قدامي حل تاني. والنهارده باكد لكم ان بعد فتره قريبه جدا ان جماهير نادي الزمالك كلها هتتحول الى جماهير بيراميدز، ودي نقطه التحول اللي شفناها في موسم 2024 2025، ان الزملكاويه بيتمنوا فوز بيراميدز بكل البطولات، وان الزملكاويه بداوا يلبسوا تيشيرت بيراميدز بكل فخر. صح بس حاج، الزملكاويه اللي بيتخانقوا مع دبان وشهم اللي وصل بيهم الحال ان هم يزعلوا من عربيه اسعاف. تاني مسمار وهو مسمار دعائي، احدى شركات الاتصالات عامله اعلان اقل ما يوصف بيه ان هو في قمه الاستفزاز لجماهير الزمالك. انا غلطان، دماغك يا ابن ابوسه. جايب لي اسعاف بيضه بخطين حمر، فين الاسعاف دي؟ وترجع تزعل من مزاحي معاك، انا هقول لك فين بعدين بقى. واللي انا عايز اقوله هو انه عربيه الاسعاف اصبح لونها ابيض بخطوط حمراء قبل انشاء نادي الزمالك. يعني او قبل ما نادي الزمالك يختار فانيلته، فنادي الزمالك هو اللي اختار فانيلا شبه عربيه الاسعاف. صحيح. الزمالك 2024 2025 هو صاحب اكبر تفويته في الموسم. حلقه من الناحيه الثانيه اهو. قول يا بلا امشي كده من هنا. لا حلقه عليه من هناك. انت بتمسكنا هنا. هات. هنقعد كده لوحدنا.
متآمر وهبل ضعيفة. امسك يا هريدي. ضعيفة ضعيفة. ايه ده؟ ايه يا جون ده؟ فاتح على البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار ابيض؟ ملوش بيزين حد، ملوش بيزين كده حد والله. كتر خيرك يا حاج، متشكرين جدا، متشكرين يا حاج. اتفضل. عني حتت انا ملك ايديك وعليا حكت للكل عليك. قطعني هزقني قطعني هزقني قطعني هزقني هوا. وشكرا لكم اعزائي مشاهدي قناه المايسترو، والى اللقاء في حلقه جديده من حلقات المايسترو. وما تنسوناش بدعم القناه بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.